السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في قناة فوزية. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في صحة جيدة وبخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نشارك معكم واحد الطريقة ديال الشنيك زويونة تعجبكم، فايتا حطاه معكم يعني غادي نبدل ان شاء الله الطريقة. بسم الله. عندي هنا نص كيلو ديال الطحين، شوية ديال الملحة، بطبيعة الحال واحد القياس اللي يخمر لكم على حسب الجو ديال الخميره ديال الخبز. هي معلقه كبيره مع مرش. عندي خميره حمراء ديال الحلوى، 100 غرام ديال السنيده، ولا بغيتو تدبلوا القوام بطبيعه الحال دبلوا. وعندنا 100 غرام ديال الزيت، هاد الكاس صغير 100 غرام الزيت، وبيضه. وعندنا قشره ديال الحامضه كتحكوها، هذه اختيار، اللي بغى يديرها يديرها، اللي ما بغاش بلاش. كتجي فيه النكهه د الحامض زوينه. بسم الله. غادي نعجنو، نصفو شويه الماء على الخميره. صافي بسم الله. والماء راه ما كيحتاجش الماء بزاف، غير القياس، ما تدفعولوش الماء دفعه. وعلى فكره اللي بغا ينقص شويه د الزيت ويدير الزبده اللي عزيز عليه الزبده يديرها. هانتوما راه خمرات العجينه، بعد ما كتخمر كتشدوها وتعبروها. ودرت فيها انا قياس ديال 70 غرام، وممكن ديروا قل. المهم هي 70 غرام في هذه. بسم الله. كديروا الطحين وتحاولوا تطلقوها هكا على الطوله. هكا تطلق هذه هكذا طويله. العجينه خليوها تخمر مزيان باش تساعدكم. ورققوا. كديروا الشوكولات، اما الشوكولات اللي كيتباع في الغرارف موجود ديروه، اللي موجود لكم، اما ديروا ذوبوا الشوكولات عادي. جيبوا الشوكولات عادي وذوبوه حمام مريم وصيبوا به. هانتوما كديروا الشوكولات ذوبوه كيما قلت لكم وكدهنوه. وراه ممكن الا بغيتو ديروا الكونفيتير ديروا الكونفيتير ماشي خاص بالحلويات، الكونفيتير العادي اللي كندوزو به الخبز حتى هو ديروه. هنا عندي شويه ديال شويه ديال اللوزه ولا كاوكاو، المهم اللي موجود عندكم. ما بغيتوش ديروه ما ديروهش. انا حيت عندي هاد شويه ديال اللوز طحنته وغربلتوه، زدت داك الغليظ قديت به حاجه اخرى اللي طاح في الغربال هو اللي راني درت دابا. المهم هذا ماشي بالضروره ديروه، لا هكا باش تلويوه. سيروا معاه غير بشويه. هانتوما ها كتشدوا الموس كتخليوه هنا تقريبا قد هكا لهاد الجهه، وهذا كتقسموه. كتخليوه غير شويه، غير واحد قياس صغير، وكديروا لهم هكذا بحال اللي كيضفر عادي. هانتوما ها
هانتوما هاد المنادير زويون صافي، وكدوروها هكذا. اللي بغى يدير اللوزه هنا يديرها، اللي بغى يخليها عاديه يديرها، بغى يدير كاوكاوي يديرها، اللي بغى يدير شي حاجه يديرها. هانتوما ها هي حتى تلوها كتجي هكا صافي، وكتحطو في الطاوه. كتعاودو وحده اخرى عاوتاني رشو الطحين، ديرو الدلك هكذا. كيما قلت لكم كتحطوا لوزه ولا كاوكاوا، ولا ممكن ديروا غير واحد القطيره د الماء هنا، قطيره د الماء حداكم غير هكا، ودهنوا تحطوا عجينه على عجينه صافي، وتزيدوا لا لوزه لا والو. المهم كلها وبعدوهم شويه بعضياتهم بطبيعه الحال، حطوهم هكذا متباعدين باش حيت يعاودوا يخمروا. صافي هانتوما شفتوا الشكل. غادي ان شاء الله نكمل هادشي كله نولي معكم. هانتوما ها هو الشنيك بعد ما خرجتو من الفران، كتخليوه في الطاوه حتى كيخمر، وكدهنوه كضربوا بيضه وتزيدوا عليها شويه د العسل ولا شويه د الحليب اللي زدتوا لها ولا نسكافي، وكدهنوا غير الجنيبات اللي ما فيهمش الشكلاط، وكتدخلوا تسخنوا الفران وتدخلوه للفران يطيب ويتحمر مزيان. المهم هو هذا، نتمنىكم ان شاء الله تجربوه ويلاق بكم، والسلام عليكم.